الخلطة دي بتضر بصحة الناس إذا تعاطوها؟ لا حلو. يعني لا ضرر منها ولا ضرار. ايوه بس ده نصب وغش. لا، الغش هو التحايل على إعطاء صفة الجودة للشيء غير جيد. احنا هنا بقى بنعمل العكس. العكس؟ طبعا احنا هنا بنعطي الناس شيء غير ضار في صورة الشيء الضار اللي هم متعودين عليه، وفي نفس الوقت بنحميهم من الضرر وبنسرق فلوسهم. لا، بناخد تمن علاجهم وحماية صحتهم من أضرار المخدرات. بالظبط يا أخي، زي الدكتور ما بياخد تمن الفوزيتا. عايز تبيع كيلو الحنه ب1000 جنيه وتقول لي تمن الفوزيتا يا حرامي؟ طبعا، واحنا ما نقدرش نبيع بأقل من كده علشان الزبون يثق في الصنف ويقبل عليه. احنا مقيدين بأسعار السوق العالمية يا دكتور. الله، والسفاله والاستغلال. الاستغلال أصبح عرف في جميع الأسواق يا دكتور. قول لي مين النهارده ما بيستغلش مين؟ ما هو ده بقى اللي جايبنا ورا. موازين الدنيا اتغيرت يا ابو صلاح، محدش دلوقتي بيوزن بالحق والعدل والرحمه. السنج اتغيرت زي الرات لما اتغير وبقى كيلو. لا سيبك من منطق الجشع ده. الجشع هو انتهاز فرصه احتياج الناس لاساسيات حياتهم وفرض اضعاف مضاعفه لقيمتها الحقيقيه. ما هو ده اللي انت عايز تعمله. لا، الكيف مش من اساسيات الحياه، له سكن ولا كيسه ولا غذاء، وممكن الاستغناء عنه. دلوقتي بتقول كده؟ الله، مش ده رايك؟ اللي مش مقتنع بيه. اقتناع الشخصي او عدمه لا يغير من الحقيقه في شيء. ايه البلاغه والمنطق ده كله؟ امال ما فلحتش ليه في كليه الحقوق؟ كليه الحقوق هي اللي ما فلحتش معايا، خسرتني. ما انت كارثه. عيب يا ابو صلاح، ده احنا اللي دروتنا اللباري جوه الشباري بالدهلكه. ايه؟ بالدهلكه. اعمل لك ايه بقى، ما انت ما بتعرفش لغه. كلنا لها. عقبال عندكم جميعا. يا سيد باص، بقول لك انه ثبت علميا ان المواد اللي بتحشو بيها الخلطه بتؤدي الى الاصابه المؤكده. كلام فارغ. ده كلام اخر بحث علمي وصل من منظمه الصحه العالميه. هما سابوا حاجه ما قالوش عليها بتجيب السرطان؟ ده حتى العيش واللحمه. كل دي اشاعات. اشاعات؟ عشان يحببوا الناس في الجوع ويخوفوهم من العز ومنجهة المزاج. هما مين دول اللي يخوفوا؟ المكوشين على الفلوس، حبايب الاقتصاد واعوانه. يا سيد بهز، العلم نتائجه حقيقيه ملهاش علاقه بالاشاعات، لانه مبني على تجارب علميه وواقعيه. البحث اللي بتقول عليه ده مش جاي من بلاد بره؟ طبعا من منظمه الصحه العالميه. يبقى ما يركبش معانا. ما يركبش؟ صحة هنا غير صحة هناك. يعني ايه؟ احنا فراعنة وربنا ادانا قوة وصحة ما اداهاش لأي ناس في العالم كله. يا سلام. في حد في الدنيا بنى هرم؟ لا. احنا بنينا 3 بقوة صحتنا. ايه الكلام ده؟ مش مصدق؟ طب خلي واحد من بلاد بره يشرب له بق ميه من اللي احنا بنقربعها دي، او ياكل له فرخه فات تاريخ تحنيطها، وشوف يحصل له ايه. يروح فيها. ما هو برضه اللي هيشربوا الخلطه هيروحوا فيها. ما حدش بيموت ناقص. خليك مؤمن. الاضرار بالناس هو منتهى الكفر يا سيد باص. ومين قال اننا بتضر الناس؟ ده احنا بنبسطهم. الواقع والعلم بيقولوا كده. وفين هو الواقع ده؟ الناس ما اكتر من نمل والناموس. نقوم نقضي عليهم نموتهم؟ يموتوا في 60 داهيه، واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ خلي الدنيا تخف وتروح. يعني عاجبك الزحمه اللي احنا فيها دي؟